اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم بنات؟ شخباركم؟ اليوم راح نخيط هاي الدشداشة اللون الأسود، الشهر محرم. عندي القماش طبقته بالطول مو بالعرض، يعني على طول القماش مو بالعرض مثل ما نطقه، وكان عرضه 75. أخذت الطول اللي أريده، طول الدشداشة 140، نزلت عليها القياسات هنا. حيط عندي الكتف 22، خليت له 1 سنتيمتر الخياط 23، محيط الصدر 30، النزال بين الكتف ومحيط الصدر كان 25، ورسمت عليها الرسم الحفرة وفصلتها مثل ما تشوفون. حفرة الرقبة أخذتها 8 سنتيمتر عرضها، ونزالها أو طولها 4 سنتيمتر للخلف. هسه راح أنزل بيه بشكل مائل للأخير، لأن هو يدوبك يعني 75 عرضة صار، فمو مال يعني آخذ منه هواية. هنا راح آخذ من ذيال هالدشداشة، لا يعني أنا خليت شفي بس، لا راح آخذ يعني تقريبا صبعين، لأن هي يعني فصالها عدل مو كلوشة. هنا القماش البقى عندي، طبعا هو بقى عندي قماش راح آخذ منه الردن. هنا قصيت هالردن، قصيت قطعة للجيب، أريد أسوي بيه جيب. هاي أشيلها على جهة وأفصل الردن. الردن هنا كان طولها 60 يعني، وبعدين أخذت منها وعدلتها تقريبا صفى طولها 55. هو هذا الطول المطلوب من عندي. قلتلكم عدلتها وراح أفصلها. بنات موديل يعني بسيط أو كلش حلو نازك مرتب، تنفذوه بالخطوات قدامكم. راح أخيطه وأفصله. هاي أنا الردن رسمتها، قلتلكم تقسموها بالنص، نصف الأول تدخلون 2 سنتيمتر، والنصف الثاني تطلعون 2 سنتيمتر وترسموها. من يم المعصم سويتها 18 تقريبا. هنا كملتها فصال الردن، وهسه يعني راح نخيطها. هنا بنات كوت لاصق، راح آخذ 1 سنتيمتر من الكتف، وراح آخذ 2 سنتيمتر من حفرة الأبط، مو على طولها، أدخل بصفر وأنهي بصفر، آخذ 2 وأنهي بصفر، يعني بس من الوسط تقريبا. هنا قصيته كتف. هنا راح أسوي حفرة الرقبة 18 و8. هنا من هنا نزلت 13، وراح أسويها قوسها بهالطريقة، وراح أقصها. اللي يشوفون قناتي لأول مرة يشتركون بيها، وإذا عجبكم الفيديو خلوا له لايك بنات. هنا شوفوا بنات كملتها، فرتها الحفرة. هنا راح أقص منها على قد الكيبور، على قد عرض الكيبور أقص، على مود أدخل الكيبور يصير مرتب يعني. بنات أشرت عرضه وراح أقصه. إذا عندكم يعني أقل عرضة يعني على عرضة تقصون. هنا راح على مود يعني يصير عندي الكيبور شغل عدل، فراح أأشر هاي زايدة أقصها على مود يجي يصير مثلث وحلو. أول شي أخيطها وبعدين يلا قصها على مود هيك تصير بهالطريقة. هنا راح أغلف بس يعني مو كل الحفرة، بس هاي من أدخل الكيبور أغلف جوانب الحفرة. هسه راح أخيط بنات شريط الكفة على الطرف وأقلبه. هسه بنات انتو مادام حافريها الحفرة، راح تخيطون شريط الكفة وتقلبوه، راح يصير عندكم فرق هسه هتشوفوه بين جوانب الحفرة، لأن هاي كفيتوها يعني باعتبار كفيتوها كف، لأن اللاصق أنا قلبته هواية، يعني قلبته مو خليته على الحافة وصار اللاصق لي فوق، لا اللاصق صار لي جوا شلون الكفة صار، فيعني صار فرق بيناتهم. من خلي الكيبور هسه راح أراويكم إياه. هسه شوف بنات راح أخيط الكيبور، أخيطه
خيطة وثبته. أشوف هسه شوف بنات إجا عدل، تأكدت منه. عوفوا زيادة بالجوانب بنات، عود بعدين تقصوها حتى يطلع ما يظل يعني جهة طالعة، لأن هو يعني جاي مائل. إذا خليتوه فيت الجهة الجوا أطول لازم، فما يجي عدل. هسه شوف بنات هنا، هسه راح يعني كملته، راح أثبته أول شي من الوسط على الوسط أنا كاويته، وبعدين أخيطه. بنات خيطت لكم هاي دشداشة المبتدئات بكل تفاصيلها، حتى إذا عجبتكم تنفذوها. هسه بنات يعني عدلتها، راح أخيطها على الطرف أول شي. تردون تثبتوه بدنابيس، إذا يعني ما تقدرون تسيطرون عليه ثبتوه من كل الجهات بدنابيس وتخيطوا على كيفكم. شوف بنات يعني شلون أنا أضغط عليه بحيث ما يتحرك، يبقى ثابت على القماش، وأفر أفر القماش وأخيط. شوف بنات هسه هاي الزيادة طلعت عندي، هسه راح أقصها يعني إذا تخلون بيه شوية زيادة من الطول أحسن لكم، ما يعذبكم بعدين. هسه راح أطبق هاي الجهة. شوف بنات هاي الزيادة اللي قلت لكم صارت ليش؟ لأن من خليت اللاصق يعني شلون عبالك كفيتها للحفرة، يعني صار بيها فرق، لذلك يعني مو خليته بس يعني وطبقته هو بأنه يعوض مكان القماش اللي راح، لا، أني غلفت بيها وطبقتها لي جوا اللاصق، يعني ما ظهر عندي. شوف بنات هاي الفرق طلع. هسه أقصه يعني عادي، أطبقها وأعدلها عدل بحيث من أقصه يكون متساوي. أقص هاي تقريبا نص سنتيمتر طلع عندي زيادة، أقصه حتى من أغلف الحفرة من الجوانب ما يسوي لي أي مشكلة بالنسبة للمبتدئات. شوفوا بنات راح أبدي أخلي شريط الكفة عليها على الطرف، ومن أوصل لحد الخياط أقلبها وأغلف الخياط عندي من جوا حتى شكلها يطلع مرتب ونظيف، يعني ما يراد له شي، بكل سهولة مجرد من توصلين تقلبينه وبعدين تخيطي على الحافة هيجي تعدلي وتخيطي، يصير الشغل يعني نظيف ومرتب. هنا هاي كملت الجهة. شوف بنات من جوا شلون نظيف شغلها ومرتب، يعني غلفت كل الخياط. وهاي نفس الطريقة راح أسويها، بس راح أبدي بيها من الداخل يعني من جوا مو من برا. شوف بنات راح أبدي بيها من الخياط، هاي الحفرة أبدي بيها من الخياط، أخيط على الحافة وأصعد على حفرة الرقبة. شوف بنات صعدت على حفرة الرقبة هنا، خيطتها وهمين أقلبها، وهمين راح يتغطى عندي الخياط وتصير مرتبة. هسه شوف بنات راح أخيطها من الجهة الداخلية، أقلبها عدلة على مود يصير الخياط نظيف ومرتب. موديل حلو نازك ما بيه شغل هواية، يعني حتى الجو يعني حار. سويت موديل اللاخ بدون لوازم، هسه إن شاء الله ينزل ورا هذا الفيديو. هسه بنات هاي الردن همين غلفتها ما كفيتها، يعني غلفتها بشريط الكفة الطرف مالتها، وهاي الثانية جبتها قبل خيطتها وياها نفس الطريقة. يعني بس تخلين الشريط على الحافة مال القماش وتخيطينه. هسه اثنيناتهن حطبقهن لي ورا وأكفهن، أطبق الشريط مال الكفة هنا، راح أخلي ظاهر شوية بالردن، يعني مو كلش أكف، يعني اللي جوا أكفه أخليه شوية ظاهر. بنات أي سؤال عندكم، أي استفسار عن الفصال، عن الخياطة، عن أي شي اتركولي إياه بالتعليقات وأنا أجاوبكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تخلوا له لايك وتعليق من عندكم،
إذا عجبكم الفيديو، وإذا طبقتوا موديلاتي أو أي واحد منهم فصلتوا عليهم اكتبولي بالتعليقات. بنات حخلي لاستيكة بس يعني ما أضبها يعني حيل، يعني شوي خليت بيها مجال لمن تأذي الإيد. هسه بعد 3 أصابع من الطرف مال الردن راح أخيطها. بنات هذا الموديل أو هاي الدشداشة قياسها 2 إكس لارج، الكتف مالتها 22 و1 سنتيمتر 23. نزال الكتف تنزلين من بعد ما تسوين ميلان الكتف 3 سنتيمتر تنزلين 23، نسوي محيط الصدر 30. هاي كملت عدة الردن، كملتها وهيك راح يكون شكلها. هسه بنات هاي كملت الردن الثانية، ردنين ما صورتها لأن صورت أول ردن. هسه بنات راح أربط الأكتاف، أخلي الكتف على الكتف من الجهة الخارجية وأبدي أخيط. لا تبدون من الجهة الداخلية للرقبة تخرب يعني عندكم من الدشداش المبتدئات، أبدوا من الطرف الخارجي للكتف. هاي خيطت هاني مرتين رجعت عليها. هاي كملت أول كتف. هسه أربط الثاني، ما يبقى لنا غير نربط الردن ونخيط الجوانب. والجيب أني ما صورت، أنا خليت لها جيب لأن مصورته بقناتي طريقة الجيب، يعني طريقة سهلة للمبتدئات، فصلت الجيب وخيطته. وإذا عندكم موديلات تردون أشرح لكم على الورق، يعني شي المبتدئات صعب عليهم اكتبولي بالتعليقات وأني أشرح لهم إياه. هسه بنات هاي التغليفة راح أكفها كفيتها هنا، راح أخلي الوجه يعني الكفة تصير على جهتي الوجه على الوجه، وأخيطها على حفرة الرقبة. شوف بنات أخيطها وأقص الزايد، هنا راح أقصه على رسمة على الفصال اللي مفصلته أني. بعدين أقلبها أثبت طرف، وهنا راح أخيط عليها يعني أثبتها على الدشداشة. بعد هنا خيط حافتها وبس أثبتها على الدشداشة وتكون كملت عندي التغليفة. شوف بنات راح أخيطها يعني شلون الكيبورد تحاولون تثبتوها بديكم، إذا ما تقدرون ما تسيطرون بدنابيس ثبتوها إلى أن تكملوها. وما يبقى لنا غير نربط الردن. وأذكركم بنات اللي يشوفون الفيديو ما مشتركين بقناتي يشتركون بيها ويخلون لايك للفيديو، وأشكركم مقدما. وقلت لكم بنات أي سؤال عندكم مبتدئات، أي استفسار يعني على أي فصال اتركوا لي بالتعليقات وأني أجاوبكم. هنا راح أربط الردن. هاي الردن بنات شوية بيها كسرات سويت خفيفة كلش يعني مو هواية، يعني تقريبا هيك كم كسرة مثل ما تشوفون بنات. انتو إذا مفصليها عدل راح تجيكم عدلة. تخلون طرف الردن على طرف الدشداشة وتخيطوها من توصلون للكتف. إذا عندكم كسرات يعني سووا الكسرات قبل الكتف شوية إلى أن يجي النص على النص، يعني نصف الردن على الكتف، وكملوا الباقي. شوفوا الردن همين وين وصلت وياكم للأخير، الزايد همين سووا كسرات. هسه أنا بنات كم كسرة سويت راح أخيطها للأخير. طبعا هذا القماش يعني كلش حلو، فيعني حتى شغل ما يحتاج. أنا خيطت من هذا الفصال لا هسه راح أنزله لكم. هسه بنات راح أربط الجانب مال الدشداشة كله أخيطه من الردين للأخير، ونربط الجهة الثانية. هنا أنا راح أسوي الجيب طبعا.
يعني سويت الجيب وربطت هاي الجهة آخر شي يعني، فراح كملتها الدشداشة، بقى بس أكفها. ما صورت لكم الكفة لأن ما يحتاج لها شي. وهاشو بنات هنا على الماكينة بعدني يعني مكويتها ولا أي شي، أصور لكم إياها أراويكم إياها. هسه حراويكم إياها على الملكانة، شكلها كلش حلو مرتب طلع، وفصال عدل يعني، حتى كلوشة ما بيه مثل ما تشوفون، شغله نازك وبسيط ومرتب. وهاي الردن هم صارت بيها لاستيكة، شوفوا بنات قياسها. الدشداشة يعني المطلوب مني الطول 140، ملكانة طويلة تقريبا، لا أني أنوي الإضافة 140 135 الطول المطلوب. شوف بنات الردن هيجي صار شكلها يعني حلو، بيها شلون الكلوشة صارت من اللاستيكة. إذا تردونها بعد يعني كلوشتها تزيد عرضوا الردن من الأخير، عرضوها راح تجي كلش حلوة، تجي بعد أحلى يعني لاستيكة تسويها شلون الكلوشة. إذا تقدرون تبعدوها أكثر، أنا بعدتها 3 أصابع، تقدرون تبعدوها أكثر هم تطلع حلوة. هاي بنات الدشداشة مثل ما تشوفوها، أتمنى تعجبكم. مع السلامة.